سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يعذب كبلال ولكنه أفضل منه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم ينل الشهادة مثل عمر ولكنه أفضل منه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يصرع الفرسان مثل خالد ولكنه أفضل منه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يذق طعم الفقر مثل أبي ذر ولكنه أفضل منه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يفقد بصره مثل عبد الله ابن أم مكتوم ولكنه أفضل منه. رضي الله عنهم جميعا، ولكن أبو بكر رضي الله عنه درس بليغ في طيبة القلب. تستطيع أن تسبق الجميع بطيبة قلبك، فلا تستهين بطيبة قلبك، فوالله إن طيبة قلبك كنز لا يقدر بثمن. تذكر أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر لشكلك ولا لجسمك ولكن ينظر إلى قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لذا حافظ عليه وعلى طيبته، فأنت تتعامل مع الله لا مع الناس.